السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ ست الكل. تعالوا نفرز النهارده مع بعض الكرنب ونشيله الفريزر وهيقعد معاكي من السنة للسنة ان شاء الله. معانا هنا كرنبايه حجمها حلو بسم الله ما شاء الله. هنشيل الراس ونفرغها كده من النص على قد ما نقدر عشان يبقى سهل معانا واحنا بنسلقها. هنطلع الورق. تعالوا بقى نسلقها سوا. معانا هنا ميه مغليه على النار، هننزل فيها بمعلقه كمون. اهم حاجه تكون الميه بتغلي كويس جدا. هننزل بالكرنبايه بتاعتنا على وشها، هنحطها على وشها الاول، وبعد ما تغلي غلوه ونحس ان الورق استوى هنقلبها على الوش التاني. هنسيبها على الوش التاني لمده دقيقه. بعد كده هنبدا نطلع ورقه ورقه. سواء الورق بيطلع معانا بكل سهوله. هنطلع الورق مفروض كده زي ما هو. طبعا الاول هنطلعه في مصفى الورق يتصفى تماما من الميه، وبعد كده هنرصه في صينيه ونفرد الورق عشان يبقى الورق مفرود وسهل ان احنا نقطعه ونظبطه مع بعض. زي ما احنا شايفين هنشيل حته العرق الناشفه اللي في النص وهنبرم الورقه بالشكل ده وهنقطعها قطع قد بعض زي ما احنا شايفين. نظبط الورقه على الورقه التانية عشان يطلع معانا الورق كله قد بعضه. طبعا العروق الناشفه ما حطها في طبق عشان هحتاجها في حاجه هوريكم هنعمل بيها ايه. مفيش حاجه خالص بنرميها. الورق المتقطع او مش مظبوط هنحتاجه. زي ما احنا شايفين طلع معايا كميه الكرنب. اهم حاجه صفيها في مصفى كويس جدا تنزل ميه تماما. بعد كده هنبدا نرصه في الاطباق الفل. شايفين الكرنب معايا ما فيهوش اي ميه خالص. هنسيبه يتصفى وينزل ميته تماما. وطلع كله شكل واحد وقد بعضه وبقى مظبوط. الكميه اللي كنت عاملاها طلعت لي الكميه دي. معانا هنا هنستعمل العروق الناشفه اللي في النص هنقطعها قطع صغيره زي ما احنا شايفين. حتى الورق المتقطع الصغير هنقطعه معاهم وهنفضيه في كيس وهنشيله في الفريزر. ده ممكن تستعمليه تسويه مع الرز. هبقى اعمله لكم في مره ونسويه بخلطه المحشي بطريقه حلوه جدا هتعجبكم. وده الكرنب بعد ما خلصناه. في طبعا باقي العروق نحطها بقى في مخلل اللفت بتبقى تحفه وبيطلع طعمها تحفه. معايا هنا قطع قرنبيط صغيره كنت حطاها في ميه مغليه لمده 5 دقايق وصفيتها على طول. يعني مش مسلوق، هو بس اتحط في ميه مغليه لمده 5 دقايق وصفيتها. حطيه مع اللفت هيبقى طعمه تحفه. معانا هنا الكرنب بعد ما رصيناه وبقى جاهز لفيناه لفيته بستريتش وهنشوف الفريزر هيقعد معاكي من السنه للسنه مش هيجرى له اي حاجه. حتى حته الكرنب متقطعه هنستعملها نشيلها في الفريزر بالشكل. خلصنا مع بعض تفريز الكرنب. لو اول مره تشوفوني متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس. اشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.